السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا كل متابعيني في قناتي سفرة واو. النهاردة هاخدكم لباقي فقرات رحلتي في مرسى علم وزيارتي لمحمية وادي الجمال. زي ما انتم شايفين المحمية دي مشهورة بحاجتين، زيارات برية، الجمال والسفاري، ومزارات بحرية اللي هي الأشجار المنجروف اللي بيتغذى عليها الجمال لحلاوة المية وعذوبتها حواليها. النهاردة هنروح نزور شاطئين، شاطئ القلعان وشاطئ حنكور أب. اول حاجه خدونا الباص للمكان بنأجر منه ادوات السنوركلينج علشان هنعمل سنوركلينج في واحد من احسن الشواطئ. هنا وصلنا شاطئ القلعان اللي هو مشهور باشجار المنجروف. زي ما انتم شايفين الشاطئ رملي مجهز ان احنا نقدر ننزل فيه. القبيلة بتاعت العبابدة مجهزين كده بعض الخيام على الشاطئ على اساس ان كمكان يعني، بس الشاطئ مش مجهز قوي للقعدات فيه. هي كل اللي بيروح علشان يشوف ويزور اشجار المنجروف. هنا بدأنا بقى ندخل من على الشاطئ علشان نشوف اشجار المنجروف، وهنا بداية ما وصلنا للاشجار. شايفين جمال الطبيعة، جمال المية، الرمال البيضاء والمية اللي هي كأنك موجود في المالديف حقيقي يعني، وصفائها. انا كمان مسجله لكم المعلومات اللي قالها الجايد اللي كان معانا عن اشجار المنجروف، هتقدروا تسمعوها معايا بالتفصيل. اوعوا تروحوا مرسى علم من غير ما تزوروا الاماكن او المزارات المختلفه في مرسى علم. مرسى علم رحله مش بتقتصر على الفندق بس، لا، مرسى علم فيها مزارات كتيره وطبيعه خلابه، هي اللي اساسا اتنشأت عشانها مرسى علم. مدينة مرسى علم على فكرة حديثة، يعني انشأت 1995 علشان الطبيعة اللي فيها زي أشجار المنجروف والشواطئ المميزة زي شاطئ أبو الدباب اللي مشهور بالشعاب المرجانية. فانت بتعوم وسط السلاحف والدجونجو والدلافين. اشجار المنجروف، المكان هناك الطبيعة والعصافير والطيور اللي حواليها ممتعة جدا. شايفين الطبيعة، الاشجار دي الجذور بتاعتها مش في الارض. هنا في منطقة الجولعان، زي ما قرينا بره الجولعان أو القلعان، بس الأصح الجولعان بلهجة العباب. ليه سموها الجولعان؟ حد عنده معلومة أو عن الحتة دي؟ اسمها الجولعان عشان الجذور أو الروس بتاعت المنجروف اللي هي هنا دي، العباب ده بيسموها الجوليع، اسمها الجوليع، فاشتق الاسم منها فاسمها الجولعان المنطقة ككل. المنطقة دي أشهر حاجة فيها أشجار المنجروف، زي ما احنا شايفين حوالينا كده أشجار المنجروف كلها، اكبر تجمع لاشجار المنجروف هنا تقريبا. في مكانين تانيين زي الجونه ومحميه نبي في جنوب سيناء، في كذا مكان، بس هنا التجمع الاكبر عن المنجروف. طبعا اشهر حاجات هنا عن المنجروف عامه انها حضانات طبيعيه للكائنات البحريه الصغيره زي الكابوريا، زي الاسماك الصغيره. زي ما شفنا يعني هنلاقي كابوريا صغيره كده، هنشوفها ما بين الروتس قاعده وكده وعايشه هنا. تمام، وكابورياتا. ايوه كابوريات اهي بالظبط. اهم حاجه عن شجر المنجروف ان هو بيستخدموه قبائل العباب ده، يعني بيستخلصوا من ورق الشجر بتاعه علاج لامراض العظام وكده، بس هم بيعملوه بطريقه معينه، يا اما في طريقه كيميائيه تانية مثلا بتبقى حاجه طبيه مالهاش دعوه بيها. اهم حاجه تانية برضو ان هو الميه اللي حوالين اشجار المنجروف نسبه الملوحه فيها قليله عن باقي الميه اللي حواليها، زي ما شفنا الجمال واحنا جايين بيجوا مثلا، او الطيور اللي هي حوالينا دي بتيجي تشرب من الميه اللي هنا عشان نسبه الملوحه قليله فيها. طبعا قليله، بس ما ينفعش احنا كبشر نشرب منها، يعني هي نسبه ملوحه عاليه شويه بس اقل من نسبه ملوحه ميه البحر على طول. عشان قبل كده قلت المعلومه دي فلقيت حد جه شرب من الميه بقى. يعني انكم هتشوفوا الا نور بقى بس. واهم ميزه كمان ان احنا بنشوف الجذور او الروتس في الاشجار الطبيعيه ان هي بتنمو لتحت. هنا الروتس طالعه لفوق، يعني في ناس كتير بتيجي هنا تفتكر ان الروتس دي يعني ده شجره طالعه او حاجه صغيره، بس هي دي الجذور بتاعتها بتطلع لفوق. ده نوع من انواع الجذور الهوائيه
انواع من الجذور اسمها الجذور الهوائيه، اللي هي بتنمو لفوق كده، بحيث لما تعلى الميه زي ما احنا شايفين الشجر يعرف يتنفس او يتاقلم على المكان نفسه. بس دي كل المعلومات عن المنجروف ككل. بتاع 150 170 سنه بالظبط. حقيقي احلى صور ممكن تتصوروها هناك كأنكم في المالديف بالظبط، مع الطبيعة والمكان. والجايد كمان اللي معانا سابنا نقضي الوقت براحتنا خالص حوالين المكان، والولاد تلعب وتشوف الاسماك او مش الاسماك، يعني الكائنات البحرية اللي حوالين الاشجار. هنا اتحركنا لشاطئ هنكور اب علشان نعمل سنوركلينج. هنا برضو المكان مجهز كده بخيام بسيطة، والشاطئ برضو رملي والرملة بتاعته بيضة وناعمة جدا. هنا اخدنا الجايد علشان نعمل سنوركلينج، وانا مصوره لكم المنظر تحت المية. هسيبكم مع مناظر الاسماك والشعاب المرجانية، تستمتعوا معانا بالمناظر الخلابة في رحلتي لمرسى علم. من المزارات كمان اللي تقدروا تعملوها في مرسى علم في بورتو غالب الرحلات اللي في وسط السلاحف والدجونجو. وكنت من سعداء الحظ اللي شافوا بالسنوركلينج عجل البحر اللي هو الدجونجو. هوريكم معايا في فيديو تاني. هسيبكم تستمتعوا باللوحة الفنية الجميلة، وهقول لكم بس كام حاجة عن زيارة محمية وادي الجمال. هي انا كاحد نزول فندق اكاسيا، فكان انا البعد بيني وبين مرسى علم حوالي ساعتين، ومحمية وادي الجمال كمان بتبعد عن مرسى علم نفسها ساعتين، فكان طريق السفر اخد مني 4 ساعات علشان ازور المحمية. 4 ساعات رايح و4 ساعات راجع، فكانوا 8 ساعات مواصلات. وكمان الزيارة بقى نفسها في المحمية اخدت 4 ساعات، فقضيت حوالي 12 ساعة بره الفندق. هو كان يوم متعب بس انا مش ندمانة اطلاقا، لان المزارات اللي شفتها والكائنات البحرية اللي استمتعت السنوركلينج وسطها، او اشجار المنجروف بمناظرها الخلابه، عمرها ما يعني انا عمري ما عشت التجربه دي في مكان تاني قبل كده. فحقيقي اوعوا تروحوا مرسى علم من غير ما تروحوا وتستمتعوا بالمزارات اللي فيها، لانها مش مجرد فندق بنقيم فيه وخلاص. حقيقي السنوركلينج من الرياضات الممتعة جدا جدا في شواطئ مرسى علم. استمتعت بيها جدا بالشعاب المرجانية بألوانها وبأسماك الملونة الخلابة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.